مثل ما الكل تكاتف ايد وحده في كل مره للحالات لحتى ننجح بادخال حاله او ننجح بوصول حاله، نحن امام 2600 مريض سرطان من هون من داخل المعبر التركي حاليا على هذا الحدود. نحن بحاجه الى مركز لعلاج مرضى السرطان، لانه المرضى اللي كانوا يتعالجوا في تركيا في منطقه انطاكيا قد دمرت بالكامل واصبحت خارجه عن الخدمه المشافه. مريض السرطان عم بيعاني بشكل كثير كبير، بحاجه لوقفه كثير كبيره منكم جميعا. كل مين عم يسمعنا وين ما كنت، في اوروبا، في امريكا، في سوريا، برا سوريا، في تركيا، في اي مكان كان، نحن بحاجه لمركز علاج لمرضى السرطان، وهو مكلف جدا. صح يتم تامين بعض الجرعات، ولكن نحن الحاجه الاكبر حاليا لانشاء مركز مختص بمرضى السرطان ريثما ننتهي من هي الكارثه اللي نحن فيها وتركيا فيها بشكل كثير كبير. لانه مريض السرطان اذا